اللي قدام حضراتكم دي أفضل سلالات الخراف والماعز المنتجة للحوم والألبان في العالم، والنهاردة موجودة في مصر، ونجح في استيرادها مجموعة من المربين اللي أسسوا محجر لؤلؤة أفريقيا البيطري للإنتاج الحيواني في السويس، وحلمهم إن هم يساعدوا في تحسين إنتاجية السلالات المصرية في مزارعنا المحلية. وخلي بال حضراتكم، دي مش مجرد خراف أو ماعز، دي وحوش حقيقية. ما هو لما وزن الخروف يوصل ل 160 ولا 170 كيلو جرام يبقى وحش، ولما الماعز تنتج يومياً 6 ولا 7 لتر ألبان تبقى بالنسبة لنا معجزة. وده اللي بتحققه فعلاً السلالات العظيمة اللي قدام حضراتكم دي، زي خراف وماعز الدوربر والتوجنبرج والسافولك والدورمر والميت ماستر، وكمان البور الرهيب اللي بقى كلمة السر في مزارع تربية الأغنام في مصر النهاردة، وخصوصاً اللي بتنتج السلالات وتربيها. وعلى فكرة، الشحنة مش بعددها اللي يمكن ما يعديش 230 راس من الخراف والماعز من 6 سلالات، ولكن بقيمتها، لأن الطلايق والأمهات مذهلة في كل السلالات اللي نجحوا في استيرادها من المناطق الخالية من الأوبئة والأمراض بدولة جنوب أفريقيا، ومعلن عنها في منظمة صحة الحيوان العالمية في باريس OIE. وبجد الشحنة تقدر تغير مسار عشرات المزارع المتخصصة في إنتاج اللحوم والألبان من الخراف والماعز، وتحسن من سلالات ثروتنا الحيوانية، لأنها باختصار شحنة الإنقاذ لمشروعات تربية الخراف والماعز، وتقدر ترجع الصفات الوراثية المتميزة للسلالات المصرية. وخلي بال حضراتكم، عملية الرعاية البيطرية للحيوانات كانت معقدة جدا، وبدأت من جنوب أفريقيا بإجراء تحاليل لجميع الحيوانات بنسبة 100% تحت إشراف سلطات الحجر البيطري المصري، وبعد وصولها لمطار القاهرة الجوي تم حجرها وأخذ عينات من جميع الحيوانات عشان نطمن إنها خالية من الأمراض والأوبئة، وخصوصاً اللسان الأزرق والحمى القلعية وغيرها من الأمراض، قبل السماح بتداولها في المزارع المصرية. وكل التحاليل كانت نتائجها سلبية، يعني شحنة فوق الممتازة. وبالمناسبة، السلالات اللي قدام حضراتكم دي مش رخيصة، ده الراس الواحدة ممكن تبدأ من 100,000 جنيه، ولكن بتجيب تمنها من أول 2 لأنها في الأصل تتاقل بالذهب. قالوا في البداية نقابل محمود صابر، الرئيس التنفيذي لشركة لؤلؤة أفريقيا اللي استوردت سلالات الخراف والماعز من جنوب أفريقيا. وبالمناسبة هو واحد من 4 شركاء في شركة لؤلؤة أفريقيا اللي تبنوا فكر استيراد السلالات العالمية من الماعز والخراف، وبجد طلع عينيهم للحصول على الموافقات وتحديد مناطق خالية من الأوبئة في جنوب أفريقيا. ركزوا معاه. حضراتكم داخلين أقول إيه؟ بتقلكم جايبين 6 أنواع من الماعز والخراف اللي عمرنا ما سمعنا عنها، صح ولا لأ؟ صح. ممكن نسمع عنها في جوجل، لكنها نشوفها على الحقيقة وإنها ينفع تتربى في مصر وتنتج وتبقى سلالات تطور الإنتاج الحيواني في مصر، ده أول مرة نشوف إن شاء الله. إيه السلالات الجديدة وإيه الهدف إن إحنا نجيب 6 سلالات مرة واحدة سواء ماعز أو خراف، وبنتحرك إزاي؟ طبعا الموضوع بقى فيه ناس عايزين شغل تاني، واحنا حابين ان احنا ندخل السلالات اللي نطور مزارع الانتاج الحيواني في مصر. بالظبط كده. طبعا ندخل دم جديد ليها. احنا شفنا حاجات في جنوب افريقيا ما شاء الله، يعني نحلم ان نبقى يعني نجيبها كلها، سواء في الاغنام او الماعز او الكتل الابقار والعجول. الحمد لله، يعني جبنا شحنه من شهر 7 اللي فات، كانت ماعز بور ودوربر. برضو لقت استحسان ودخلنا في حته الاغنام والخراف. فجبنا المره دي زودنا ميت ماستر، زودنا سافولك، زودنا دورمر. الحمد لله يعني. برضو جبنا شويه بور معانا برضو اللي احنا بنجيبه كل مره يعني. البور ده وشه حلو. الحمد لله وشه حلو، المزارع كلها عايزاه في مصر ان شاء الله. ده الدوربر ده، صح؟ اللي هو الدوربر اللي هو الابيض، هو فروته او البلاك هيد ده برضو بلاك هيد او وايت، او نوعين. اللي فيه فروه ده السافولك. الدورمر اللي هو برضو فروته بس الدورمر ده تاج التهجين، الدورمر مع مارينو. طبعا الورا البني والالوان السوداء ديت الميت ماستر. ميت ماستر بس دي وحوش، خروف ما شاء الله عليه. ان شاء الله يعني يبقى ليه مستقبل جامد جدا في مصر.
خروف في ليا صغيره كده برضو، يعني عشان السوق المصري برضو بيدور على الحاجه ديت. ما شاء الله تحويل ممكن يوصل نص كيلو في اليوم. وزن الفطام بتاعه بيوصل ل 40 كيلو 90 يوم. الناس بتاعته ما شاء الله التوأمية بتاعتها عالية، بتعدي الاثنين في المرة. بيولد كم مرة؟ بيولد في الثلاث سنين، في السنتين 3 مرات. سنتين 3 مرات. في المرة ان شاء الله بيبقى مش اقل من 2 يعني. عندنا حاجات ولدت في المحجر هنا وهتشوفوها ان شاء الله. كله اتنينات اهو ما شاء الله يعني. دول النوع الخراف. والماعز الدوجنبرج بس هو عشان هو في باكيا لوحده، ده المنتج للألبان. منتج للألبان ان شاء الله. ده السلالة من جنوب افريقيا، سلالة سويسري تبع مقاطعة دوجنبرج، بس هم مطورينها. يعني هم دايما جنوب افريقيا تشتغل على الحاجات اللي هم محتاجينها، اللي بينجح بيطوروه. زي الماعز البور هم يعني هم اللي انتجوه او هجنوه وطوروه. الماعز دوجنبرج مش بتاعتهم، فهم عايزين ينتجوا ألبان، جابوه ابتدوا يوقموه على الجو. طب انت تنصح بايه في التعامل مع جنوب افريقيا يعني؟ وخلي بالك اقوى ستيك في العالم كله النهارده لما تدخل اي مطعم في باريس، في المانيا، في ايطاليا، في امريكا، يقول لك ايه؟ ساوث افريكا. كارين بيف. طبعا يعني طبعا بالظبط كده. والله احنا نفسنا نوسع الموضوع، نفسنا احنا جايبين المره دي 230 او 240 راس. ليه العدد قليل كده؟ ماشي دول لتحسين سهولات المزارع وكل حاجه، لكن ليه ما بنجيبش 1000 2000؟ ليه ما بتحركش معاك كدوله؟ الاجراءات شويه صعبه، بنفقد فيها بعض الحاجات. في امور مش بنعرف نحلها هناك في افريقيا، والدوله حطانا ماشي من وراك برنس معدي برنس. ايه ده دورمر ولا فرق مع حد. ماشي. الاجراءات صعبه شويه. هم لغايه دلوقتي حاطين جنوب افريقيا. هو اجراءات في ايه اللي مصعبها؟ انت بتروح هناك تتعاقد مع مزارع، والمزارع اللي انت رايح لها المفروض انها من مناطق خاليه من الامراض والاوبئه الحيوانيه، ومحددها لك هيئه الخدمات البيطريه. وعندنا معامل قويه هنا جدا غير المعامل اللي في جنوب افريقيا. فين المشكله هنا؟ ما هو طالب مني حل في جنوب افريقيا. زي ايه؟ الإلايزا، اللسان الازرق والحمى القلعيه. والحمى القلعيه. واحنا الحمد لله 3 شحنات يا فندم، مدى 3 سنين مفيش حاله ايجابي عندنا بفضل الله. هو المشكله ان جهاز الإلايزا ما بيعرفش يفرق ما بين الجسم المناعي لما اجي اعمل مقاومه للحيوان من المرض ان انا احصنه، وما بين المرض. تمام. يعني لما يكون الحيوان مصاب بالمرض هيديني نفس الاجسام المناعيه اللي موجوده مع التحصين بتاع الوقايه. لكن البي سي ار ليه ما بيستخدمش البي سي ار هناك؟ البي سي ار مش موجود بكميات توفي اللي انا بحجره هناك. يعني هو عشان هو ما عندوش مشاكل، فما عندوش ستوك من الكيتس بتاعه البي سي ار. طب انت بيبقى معاك دكتور بيطري مصري؟ معانا دكتورين بيطري مصري، وبيبقوا مقيمين معاك طول فتره انتقال الحيوانات وحجرها وكبرها. خلص اخر تحليل. يعني التحليل دي بيكلفك كام على الراس؟ التحليل ممكن المجموعه اللي في جنوب افريقيا ممكن تخش في حوالي $100 الراس التكلفه، يعني 5000 جنيه. وهنا حوالي 2000 جنيه، يعني 7000 جنيه تحليل بس على الراس الواحده. الراس الواحده. ده برضو طبعا بيبقى ضغط علينا عشان على المربين اللي هياخدوا بعد كده. انا بالظبط كده. وانا عايز انشر السلاله. يعني انا دي احلامنا على فكره. يعني هو انتوا في جنوب افريقيا النهارده عاملين ازاي؟ دي ثالث شحنه، نجاح كبير جدا. المزارع كلها عارفاكم، بتدخلوا المزادات الكبيره. لان عايز اقول نقطه، الحيوانات دي كلها او الخراف والماعز دي مش بتتباع كده في مزارع في جنوب افريقيا، لا دي مزادات كبيره جدا تحت سيطره الدوله، وبندخل فيها كمصريين وبندخل نزايد عليها. صح كده؟ حصل يا فندم. مش حاجه اسمها افتح باب مزرعه احنا بنخش المزاد بيعملوا لنا رساله ترحيب. المصريين تحيه، بيقفوا يعملوا تحيه. خلاص احنا اتعرفنا. احنا عندنا شركه يا فندم هناك، شركه قايمه موجوده وليها كيان وليها مكان. عندنا مزرعه هي حاليا ايجار. احنا مأجرين مكان كبير 15000 فدان، وعاطين فيه المحجر بتاعنا، المحجر المصري بتاعنا. الحمد لله دلوقتي وصلنا اننا ممكن اخد من المربي حيوانات وبعد كده حاسبه. ودي ما بتحصلش. عندي وخليها عندي. ما بتحصلش خالص هناك. هم مع بعض ما بيعملوش كده مع بعض. وشايفك جايب طلاق بور برضو عالميه يعني. الحمد لله. يعني الطلاق دي ازاي بيفرطوا فيها اصلا؟ لا ما هو عنده برضه البلد مليانه يا فندم خير يا فندم. وانت ممكن تدخل في اللارج انيمال الابقار بقى اللي طبعا احنا نتمنى نوصل للخطوه دي، بس الاول نعدي الخطوات اللي احنا واقفين عندها. يعني احنا برضه ما وصلناش لهدفنا الرئيسي في العدد اللي ندخله من الحيوانات دي. احنا يعني المفروض دلوقتي على ال3 سنين دول اللي كنا عدينا مثلا وصلنا ل 5000 راس. احنا كل جبنا لغايه دلوقتي حوالي 1000 راس تقريبا. عايز اعرف حاجه، الشحنات دي اخبارها ايه مع المربين؟ جم هنا اتفرجوا وشافوا الانواع الجديده دي والسلالات الجديده دي؟ في الحمد لله في نسبه حجز كويسه جدا. وبرضه في قطاع في الجيش مزارع كتير في مصر شغاله في السلالات دي. الجيش دلوقتي بياخد مننا الحمد لله. الجيش عنده دلوقتي مزرعه بور ودوربر احنا بنوردها له. برافو عليك. ان شاء الله العدد كويس يعني. طيب احنا ازاي بقى نزود الانتاج بتاعنا من هذه السلالات؟ ازاي؟ طبعا هو الموضوع بيمشي يعني في اتجاهين. والاتجاه الاولاني ان انت دلوقتي بتنمي العدد ده في مصر. انا جبت 1000 راس دول، يعني مش حاجه في الصراحه هنا في مصر. يعني
لازم يكون في السلاله بيور قاعده بتتنمى بتكبر بتطلع انتاج اللي هو بعد كده بقى هيخش في اتجاه ان يفضل بيور او ندخل نهجن مع السلاله بتاعتنا المصريه. الاوزان بتوصل لكام يعني؟ الاوزان الكبيره الفاينل يعني في حاجات وصل سماعات 190 و195 كيلو. ياه بس احنا دايما ده خروف ولا معزه ده؟ خروف 195 كيلو، ده بقى 170 175 كيلو بس. البور 170. عارف يا محمد هي الفكره كلها اللي هو الوزن الاقتصادي بتاعي، الوزن ان انا اقدر ابني عليه المشروع بيعمل لي دخل، اللي هو ايه؟ اللي هو وزن الفطام كام. هو هناك الدوربر والميت ماستر بسم الله ما شاء الله في عمر هم هناك بيصنعوا 70 يوم وصل ل 40 كيلو الفطام. ال5 شهور بتاعه ده بيقول لي انا المفروض اذبح في العمر ده. بعد كده المنحنى بينزل معايا في المكسب، انا بفضل اطلع اكسب كل يوم. بعد كده بعد 5 شهور 6 شهور ببتدي المنحنى ينزل، بيوصل لهناك 55 60 كيلو. عايزين يتن احسن من كده، مفيش الكلام الوقت ده بيبيع بايه بقى يا فندم؟ باعلاف. اديك شفت انت بتسالني العلف ده ايه؟ بقول لك دريس تقريبا، دريس كله وشويه ذره حاجات بسيطه خالص. ده المفروض كمان ايه، احنا كده يعني مدينه حته لحمه يعني. طب بتقول لي بيعمل تحويل نص كيلو في اليوم؟ وبيعملها يا فندم على الاقل من كده، يعني بيعمل كده في المراعي. ده احنا كده مزودين كده بتتمنظر قدامنا عشان ما عنديش بروق عليه شويه. لكن احنا الدوربر والميت ماستر بيطلع على قش رز، بيطلع على قش الفول السوداني، ما شاء الله عليه ما شاء الله مطلع نتائج كويس جدا. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس جاسر خليل، مدير محجر لؤلؤات افريقيا البيطري في السويس، وهو اللي استقبل شحنة سلالات الدوربر والتوجنبرج والسافولك والدورمر والميت ماستر والبور، وهيكلمنا عن الإجراءات البيطرية اللي نفذوها في استقبالها وملاحظاته عن كل سلالة. المهندس جاسر خليل، حضرتك المسؤول الأول عن المحجر هنا، محجر لؤلؤات أفريقيا. تمام. استقبلت 3 شحنات. تمام. مع زبور ودوربر. النهارده معاك 6 سلالات. تمام يا فندم. مفيش أحسن من كده اختبار. الله عايز أفهم بقى كل سلالة ملاحظاتك عليها إيه؟ طيب احنا فندم مبدئيا كده يعني دورنا بيبتدي من اول ما الشحنه نستلمها من المطار القاهره لحد ما نسلمها لباب مزرعه المربي. بتيجي طيران عشان الشحنات عددها قليل، ما ينفعش بحري. بتيجي طيران بحري يعني 3-4,000 بحري عايزه كميات كبيره وهتجهد اثناء الطريق يعني يعني مده 30 يوم، فالطيران بيبقى اسهل شويه. مع ان مصر طالبه اعداد كبيره، والحمد لله بفضل الله الشحنه الثانيه والاولى لما ثبتت نجاح عند الناس اتخطفت ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله. عندك ذكر بور اتباع السنه اللي فاتت انا فاكر ب 250,000 جنيه ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله. والانتاج كمان لما طلع عند الناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنتكلم في جهاز مناعه ما شاء الله. حضرتك لو تلاحظ المواليد عندنا ما شاء الله يعني توائم كلها ومناعه عاليه جدا تستحمل معانا ظروف الجو. هي جايه من جو اقصى من الجو اللي احنا فيه. فبالنسبه هنا الجو في مصر يعني رفاهيه بالنسبه لها. ده غزال ده يا عم ولا ماعز بجد؟ ماعز التوجنبرج ده احنا بنعتبره اصغر مصنع لبن متحرك. ده الذكر بتاعه وفي الانثى بتاعته. النتايه بتاعته اللي هي اكبر مصنع لبن من سلالات المعيز، صح كده؟ من سلالات المعيز، تمام يا فندم. طب هو ولا السنن في اللبن؟ لا هو كمناعه والتحويل جزء من اللحم مع انتاج لبن عالي. يعني تقريبا احنا بناخد منها في اليوم تقريبا مش اقل من 4 لحد 5 كيلو في اليوم. يا ما شاء الله. ده بعد ما ابنها يشبع. لا التوجنبرج احنا نعتبره نقله في انتاج الالبان في مصر. زائد ان ممكن اي مربي يحتفظ بيها حتى لو في بيته، مش لازم مزرعه وزريبه ومعزه مستانسه جدا جدا ممكن تحتفظ بيها في البيت. يعني هنا ما عندناش نسب نفوق؟ احنا بفضل الله ما عندناش ولا حاله نفق واحده بفضل الله لحد ولا اسهالات بسبب تغيير العلف ولا؟ ما شاء الله. احنا ما بناكلش العلف بتاعنا، هو عباره عن دريس وشويه ملاس ومجموعه ذره نفس اللي هناك. وبعدين هي اصلا كمان في بلد المنشا هي مش محتاجه الكلام ده خالص، هي بتاكل اي حشائش. يعني الحيوانات دي كلها هي تغذيتها الاصليه هناك الحشائش، فكون ان احنا هنا بنديها دريس وبنكرمها واحماض واملاح وبتاع ده احنا كده ما شاء الله. يعني التحصينات اللي بنديها اول لما بيجوا هنا المحجر ايه هي؟ احنا بنستقبل الحيوانات، بنبدا معاها جدول تطعيمات، بتاخد جدري اغنام، وبعدين بتاخد حمى قلعيه وحمى وادي متصدع، وبتاخد نيموباك، وبتاخد طاعون مقطرات، وبنرجع ندي التطعيمات دي جرعه ثانيه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. وده احنا وبتتعاد كمان جرعه ثانيه. احنا بفضل الله ما عندناش حتى في مربي من اللي استلموا معانا في شهاده ما عندناش مشكله يعني عند المربي. بأمنه تماما من اي اصابه بفضل الله. دي كلها تحصينات وقائيه. التحصينات دي كلها ضد امراض موجوده عندنا هنا في مصر. احنا بنحصن يعني بحمي الحيوان ده او الماعز او الخراف دي. بنحمي قطيع وبنحمي مدخرات حضرتك انها توصل عندك وتقعد معاك سنه و5 و10 سنين تنتج معاك بدون ادنى مشكله. مفيش حيوان بيطلع من هنا غير لما بتاخد معاه بطاقه
بتثبت فيها التطعيمات اللي كل خدها تطعيماته ومواعيدها. وتحصيناته. يعني يعني كل التعاملات اللي تمت معاه اثناء مده الحجر مفيش اي مشكله خالص. حتى لو حيوان جاله برد بيبقى مسلمينه في البطاقه اللي حصل له طب كذا هناك وحاجة. من جنوب افريقيا بيجي لك شهاده بتقول ان الحيوان ده اتحصن ضد ايه قبل ما يجي هنا مصر؟ احنا الطبيعي ان الحيوانات دي كلها معمول لها تحاليل هناك، وتحاليل آه. هنا بتثبت خلوها من كل الامراض الفيروسيه. تمام. احنا بقى بنحصن هنا لان احنا عندنا هنا امراض مستوطنه في مصر، فاحنا لازم نحصن ضدها عشان نحميها منها، عشان نحميها. لكن اللي بيجي عشان مع القطيع ده الحيوان ما يقعش مننا. بص يا فندم، انا احنا عندي حمى قلعيه، ممكن يجي القطيع ده يوقع لي بفضل قطيع الله بملايين. بفضل الله احنا الحيوان بيطلع من المحجر متطعم ضد الامراض الوبائيه اللي موجوده في مصر، جرعه واتنين، جرعه اساسيه جرعه تنشيطيه. ومفيش حد بيستلم حيوان من المحجر غير لما نتاكد 100% من خلوه من اي امراض. وبعدين الحيوانات عندنا هنا بفضل الله بتتمتع بجهاز مناعه قوي جدا، وباين طبعا على الصحه العامه وعلى استهلاك الاعلاف واستهلاك المياه وتحويل اللحوم عندها. تعالوا بقى نقابل مهران عبد الرحمن، مؤسس شركة ومحجر لؤلؤة أفريقيا للإنتاج الحيواني. عنده مقترحات مهمة جدا هتساعدنا في استيراد السلالات العالمية من الخراف والماعز اللي تساعدنا على تحسين سلالاتنا المحلية. من ساعة ما عرفت حضرتك يمكن من 20-25 سنة وأنت متخصص في الاستيراد. نعم. احنا محتاجين السلالات الجديدة من الخراف والماعز عشان نطور مشروعاتنا الخاصة بالإنتاج الحيواني. تمام. وده اتجاه في الدولة. بما انك متخصص في الاستيراد، ايه المشاكل اللي بنواجهها وايه الحلول المطلوبة؟ الاستيراد العادي ان نستورد لحمه مجمده ولا مبرد ولا عجول ولا خرفان، عمليه عاديه خالص. لكن الاستيراد السلالات انت بتحارب دوله تانية انت بتستورد منها، تنتزع منها سلالاتها. بتاخد منها الثروه اللي عندها. فهو في مشاكل هناك ضخمه. فهو هناك يعني احنا باكستان بقى سنتين لحد ما وصلنا لسياده معالي رئيس الوزراء هناك، وبرضه رفضوا ان هم يدونا سلالات. فالطرق الشرعيه المتاحه حاليا هي افريقيا او كازاخستان. لو نيجي نمسك افريقيا هناك مشاكل ضخمه، ومع ذلك الناس متعاونين معانا وبيدونا وبناخد. مشاكل من ناحيتنا ولا من ناحيتهم؟ لا، المشاكل هناك احنا قادرين على حلها ونقدر نوصل لنتائج كويسه جدا. لكن احنا هنا بنعاني مشاكل في الاستيراد. يقول لك مثلا ايه موقف الوباء، لا اصل كل الدول العالم فيها وباء، ما فيش دوله ما فيهاش وباء. ما فيهاش وباء. ومصر كمان. احنا بنتكلم طبعا. خيالي يعني. لا، ما فيش. احنا في تحصينات. المفروض انا بطلب من معالي الوزير والدكتور مصطفى الصياد والاستاذ ايهاب والدكتور طارق سليمان نعمل لجنه او نعمل دول مكتب. مسؤولين في وزارة الزراعة. دول يعني نعمل مكتب مخصوص في وزاره الزراعه لاستيراد السلالات، نساعد المستورد ونساعد ان يتعامل مع الدول هناك الند بالند، ويبقى يحس ان ورانا يعني ورا المستورد ده ظهر بيساعده. لكن احنا بنعاني معاناه كبيره جدا. مصر الطيران بقدم لها الشكر والتقدير والاحترام، ست اللي هو ممدوح واللي هو مصطفى ويعني كل مصر الطيران بتساعد بكل جهد معانا ان احنا نجيب بتطير لك صناديق فيها سلالات يعني. بنجيب عن طريق مصر الطيران، وبصراحه متعاونين جدا. نيجي مثلا وزاره الزراعه تقول لك ممنوع الاستيراد مثلا من جنوب افريقيا للقاهره، ونيجي نصدر احنا بقى للخليج يقول لك لا ما ينفعش. طب ما اي شهاده صحيه بتطلع مرافقه للشيء اللي بيتم استيراده، موقفها ليه؟ كل دول العالم عندها ترانزيت، كل دول العالم عندها استيراد. احنا بس اللي بنقول لك لا الشهادات دي مش نافعه ومش عايزين ندخل، مش عايز ندخل بالدور. يعني انت جايب من جنوب افريقيا وعايز تعمل ترانزيت في مصر وتطلع منها على السعوديه او عشان احنا مش يعني احنا ايه بدل ما نروح تعمل ترانزيت في اي دوله ثانيه. لا، هنروح فين؟ عند اثيوبيا، هي اللي قدامنا دي، الاثيوبيه والتركيا هم الاثنين دول شغالين. طب ما نشغل بلدنا، احنا عندنا الحمد لله اسطوره، عندنا شركه عريقه يعني هو مش عايز يعمل ترانزيت لصندوق جوه طياره؟ ايوه يا باشا، صندوق جوه طياره. ليش اشمعنى يعني؟ ممنوع. بتوع وزاره الزراعه كتير جدا، وحصلت مناقشات بين مصر الطيران وبينهم ورافضين لك لا اصل فيها اوبئه. طب ما معروفه ان فيها اوبئه في العالم. ايوه بس احنا بنستورد ايوه هو طالما معاه شهاده خاليه صحيه من الاوبئه، في شهاده صحيه. هي شهاده صحيه، والطياره بتقعد ترانزيت ساعتين او 3. هنوفر مثلا جنوب افريقيا القاهره قطر في البور بيحبك اهو او مثلا ايه دبي او السعوديه او الامارات او سلطنه عمان، كل ده عايز بضاعه ومصر تبقى ترانزيت. ما احنا مرافضين. طب ما يعني نحط رجل على رجل وناخد فلوس. يعني ده المفروض. احنا بنقول وبنبشر اخواننا اللي بيتعاونوا معانا في السلالات ان احنا قربنا نفتح المجال للتصدير لدول الخليج. احنا صدرنا فعلا لقطر وتم النجاح من جنوب افريقيا. ايوه. طب والترانزيت فين؟ ما لا، طلعنا طياره دايركت، مش رافضين هنا. طب ما التكلفه كده تبقى عاليه جدا مع السعوديه ومع دبي.
احنا عايزين نشغل بلدنا، الشركات بتشغل بعضها. فاضل جزء زي وزاره الزراعه، ليه ما نعملش قسم متخصص للسلالات في وزاره الزراعه؟ يبقى ده يلم كل الاجراءات بتاعته، كل الترتيب بتاعه، بدل ما يبقى الف انا على 5 6 يعني عايزين نفتح الترانزيت لكل الماعز والخراف اللي رايحه على الدول العربيه من مصر، افضل من ان انا اروح اشتغل مع يا دوبك اقعد عندنا ساعتين 3 بناخد فلوس. هي ساعتين تمام، وبتاخد ارضيه وبتاخد دساكر وبتشغل وطبيب بيطري بيشتغل حاجات كتيره يا مميزات. تاني حاجه محتاجينها ايه؟ تاني حاجه القسم ده ضروري، يبقى انا بروح قسم لاستيراد السلالات الخاصه عشان نقعد بتحسين معاه الانتاج ونتكلم. الحيواني في مصر. احنا زمان لما كنا بنخش وزاره الزراعه في التسعينات والالفينات كنا بنحس ان داخلين بيتنا، بنتكلم مع زمايلنا واخواتنا الدكاتره في منتهى الجمال والتسامح والرحمه. دلوقتي كل حاجه ممنوع، اصلح ظهر بؤر. طب ما كل الدول فيها، احنا ليه ما نطلعش لجنه؟ حتى مستعدين نعمل لجنه مستديمه، بعتوا واحد دكتور يقعد هناك في المحجر ويراقب ويتابع. احنا مش ضد الكلام ده، بالعكس احنا نتعاون معاه، احنا عايزين ننجح. كل الشحنات دي تم استيرادها على يد دكاتره بيطريين مصريين، ولم يحدث مننا خطا واحد حد يتكلم عليه. فساعدونا ان احنا ننجح وننجح اخواننا المزارعين المربين اللي هم بيشتروا وبيساعدوا ويربوا. احنا بعد كام سنه يبقى عندنا اسطول من المعيز البور ومن الدربر ومن الخرفان العملاقه. في خروف في كازاخستان بيصل 300 كيلو. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين لما اللحمه توصل ارقام كبيره؟ لا، ايه المفروض نبدا من دلوقتي حتى الاجيال اللي جايه بعدنا تلقى وتتعاون وتكبر. وبعدين السلاله لما تدخل عندك وتتوطن عندك خلاص انت مش محتاجها. ما ايطاليا خدت الجاموس ده منين؟ من مصر. خدته وطورته بقى هم دلوقتي اسياد العالم في الجاموس الايطالي المحصن. طب احنا فين؟ احنا بنقول يا اخوانا ساعدونا علشان نكمل مشوار صح ونسيب للاجيال اللي بعدنا بصمه كويسه. يبقى عندك 5 6 سلالات يدوك لحمه يدوك لبن. في قدامنا فرصه مع كازاخستان ان احنا نجيب الخروف العملاق ده، حاجه كبيره جدا، بيوصل في 14 شهر ل 300 350 كيلو، مره 2 3 يبقى عندك اسطول تطلع منه. دلوقتي تعالوا نقابل علاء غباشي، وهو من كبار مربي البور وخراف الدربر في مصر وشريك مؤسس في شركة لؤلؤة أفريقيا، وهيشرح لحضراتكم مميزات السلالات المستوردة. أستاذ علاء غباشي، حضرتك واحد من أهم المربين لسلالات الأغنام في مصر وخصوصا البور، ده اللي أنا أعرفه. لما توصل إنك تجيب كل السلالات دي مع المجموعة هنا في محجر لؤلؤة أفريقيا يبقى أنتوا بقيتوا وحوش أفريقيا. احكي لنا مميزاتها، وجودها هناك، موطنها فين، ازاي قدروا يطوروها في جنوب افريقيا. كلمنا عن السلالات الجديده. انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان احنا حابين، سمعنا نداء الرئيس للتطوير فقمنا ولبينا وحملنا على كتفنا الامانه دي وبدانا بتطوير سلالات الماعز، وجبنا سلاله البور التي تعتبر اعلى سلالات الماعز في العالم انتاج اللحوم، لانتاج اللحوم. وبفضل الله بعد ما كان اعلى معدل نمو للجدي عندنا 150 جرام واعلى معدل وزن ممكن يوصل له عند عمر سنه 35 كيلو، النهارده بفضل الله المربين قدروا يطلعوا 100 كيلو جدي 100 كيلو عند عمر سنه، فاللهم لك الحمد والشكر. بعد كده اتجهنا لسلالات الاغنام. طبعا احنا عشان نقول احنا عايزين نطور لازم نحط خطه للتطوير طبعا، ولازم ندرس السلالات المحليه عندنا ونشوف محتاجه ايه عشان تتطور. درسنا سلاله البرقي وهي الاكثر انتشارا والاكثر عددا موجوده في مصر، وشفنا ايه اللي ينفع يطورها، وهو سلاله الدربر. سلاله البرقي سلالة صحراوية تتأقلم مع الجو الحر والبارد وتعيش على أقل الأغذية الموجودة. خلي بال حضراتكم، الماعز البور هي الأشهر في العالم وبيسموها الماعز العملاق أو الخارق، لأن وزن الحيوان الواحد بيتراوح ما بين 150 و200 كيلوغرام. تخيلوا لما ماعز يكون بالوزن ده. أما تكلفة أكله فبسيطة جدا، والحكاية كلها عشان تبدأ مشروع تجيب ذكر بور و3 نتايات لاستمرار السلالة و10 من الماعز الشامي عشان خلفتها تتسمن وتتباع كلحوم، وبنسبة كبيرة بتبقى الخلفات توائم. يعني مشروع بيسترد رأس ماله في 2 دورتين تربية بالكتير. عملتوا تجارب الدربر مع الأغنام في مطروح؟ أولاً بحثنا إيه اللي طور السلالة دي وما يشيلش حاجة من الخصائص اللي فيها ويحافظ عليها، فجبنا سلالة الدربر. سلالة الدربر سلالة صحراوية بتعيش في جنوب أفريقيا. سلالة بقى معدل إنتاج اللحم فيها بيصل من 400 ل 500 جرام يوم. دي وحوش متحركة مش من خرفانة عادية يعني. ل 500 يعني جرام. تخيل البرقي لو وصل للوزن ده، البرقي اللي آخره 60 كيلو، البرقي آخره 60 كيلو. وفي نوع تانية، البرقي معدل النمو اليومي 250 جرام تحت أحسن ظروف، وده معدل كويس لو عرفنا نوصل له. مش كل الأفراد بتعرف توصل له، مش عايز أظلم السلالة، لكن هي أحيانا بتبقى أقل من كده. طب مع خلطها بالدربر
مع عمل خلطها التحسين. بالدولبر وصلنا. انا طبعا عملت زيارات ميدانيه للمزارع، وصلنا لموازين وقت الميلاد 4 كيلو ونص و4 كيلو 700 جرام، ووصلنا عند عمر شهر ل 15 كيلو، ودي حاجه يعني انت بتعمل ابحاث. محترمه جدا. دي ايوه أبحاث. بنتابع شغلنا، مش بنشوف احنا طورنا ولا لا. طب الطعم بتاع البرق بيتغير؟ ايوه طبعا اكيد. احلى ولا اكيد اي سلاله بتدخل هتغير في بعضها. هي سلاله البرق طبعا في اللحم ممتازه، والدوربر بيضيف لها. بيضيف لها طعم حلو؟ احنا لسه ما دقناش. بعد 4 شهور هتدوق يا استاذ محمد. ماشي، العزومه عندك. عندي بعد 4 شهور العزومه. كمل لي غير كده. طيب. بعد الدوربر ايه السلالات اللي عامله توائم دي؟ ايوه انا هقول لحضرتك اهو. انا عندي سلالات في الدلتا ما ينفعش احسنها بالدوربر. السلالات دي عاليه، وهتبقى مش كل المربين هيعرفوا يهجنوها مع الدوربر. فشوفنا ايه اللي يحسن السلالات دي ويضيف لها وما ينقصش منها. لقينا سلاله ال100 ماستر او سيد اللحوم زي ما بيسموه في جنوب افريقيا. 100 ماستر. سلاله ال100 ماستر عندها نفس القدره في معدل النمو ومعدل التحويل زي الدوربر تماما، وبتتحمل نفس الاجواء، فهتعالج موضوع الليه الكبيره واللي بدا يكبر عندنا ده بكتير. هي ديل كده، هي ديل مش كده؟ ايوه ديل. نص ديل ونص ليا كده. هي فيها كيلو الا ربع ليا كده. اضف الى ذلك بقى معدل التوائم المرتفع جدا فيها. حضرتك شايف قدامك كده؟ ايوه طبعا. كل الاغنام عندنا والده توائم بفضل الله. عندي 10 ولدوا في المحجر هنا، اكثرهم رباعي، والمربين عارفين كلمه رباعي اول ولد. جايبين 2، واحده جابت فرداني وواحده جابت 3، و8 جابوا مجاوز. يعني المعدل التوأمه عندي الله اكبر 2 ثابت. ده كان هدفنا في تطوير سلالات الدلتا بسلاله ال100 ماستر. زي ما احنا درسنا هو عالي زيها فيقدر يتعامل معاه. زي ما احنا درسنا البرق وشفنا ايه اللي يناسبها وايه اللي يطورها، وهو الدوربر، وجبناه وبفضل الله اشتغلنا عليه. وهتسمع ارقام هتخض اي مربي. عندنا عمر 50 يوم، وزن 27 كيلو، خليط بين الدوربر والعساف. عندنا موازين ميلاد 8 كيلو و7 كيلو ونص و6 كيلو ونص. ودي ارقام اي مربي عارف انها ارقام تخض. عارف اللي اتولد 8 كيلو عند عمر 6 شهور هيبقى 60 كيلو. يعني ربي فوق السطح واكسب. ايوه المربين بدأوا ربي فوق السطح ويكسبوا فعلا. احنا جبنا سلاله السافولك. سلاله السافولك سلاله انجليزيه تم يعني تطويرها في جنوب افريقيا او اقلمتها على الجو الجنوب افريقي. المارينو ده لا، سلاله من كتر الصوف اللي عليها. سلاله السافولك حضرتك شايفها دي هي سلاله صوف، لكنها سلاله ثنائيه الغرض، بتجيب لحم وصوف. احنا في مصر لازم نبدا نحط عينينا على الصوف. لازم النعجه اللي انا مربيها اخد منها صوف يعادل ثمن الخلفه. في جنوب افريقيا بيبيعوا من النعجه صوف ب 1200 رند، ما يعادل 3000 جنيه تقريبا. ولازم احنا كمربين نبدا نحط عينينا على الصوف، لان الخروف اي مخرج من الخروف تستخدمه. النعجه هتجيب لي خروف وهتجيب لي صوف بثمنه. فاحنا جبنا السافولك عشان المربين يجربوه ويجزوا بايديهم ويشوفوا وزن الصوف ويشوفوا معدلات اللحم اللي بتطلع من الخرفان. برضو عندنا بعد كده جبنا حاجه خليط بين الدوربر وبين المارينو، هي اسمها الدورمر. هنوريها لحضرتك دلوقتي. مارينو دورمر، اسمها الدورمر. هم جنوب طوروه. افريقيا معديه كده يا جماعه. ايوه هم دخلوا الخروف النعجه الدوربر المارينو، دخلوها على الخروف الدوربر عشان تديهم صوف وتديهم خروف يطلعوا لي اللحم. يا سلام. والفكره نجحت، وخروف ناجح جدا 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 في اللحم. بيوصل 100 كيلو عند عمر سنه وهو لسه لباني. طب انت الهدف ان انت جبت الدورمر ده؟ انا جبته عشان اوري المربين الدوربر لما دخل على نعجه احنا في مصر بنعتبرهاش نعجه لحم، او احنا ما بنتبسطش منها كنعجه لحم، هي المارينو. بنوريهم الدوربر لما دخل عليها عمل فيها ايه. وبالتالي هو لو دخل على العساف او الرحماني او الاسيمي او البرديسي هيعمل لي نفس التغيير. انا بحاول اخد بايد المربي واوريه تجارب عمليه تخليه يجمد قلبه ويدوس ويطلع شغل محترم. طب عايز ايه الدعم اللي انت عايزه؟ اديني 1 2 3 عشان نقدر. عايز الدوله تغير فكرتها عن جنوب افريقيا. تمام، ادي واحد. هو موقف وبائي، المناطق طالما سليمه مناطق مش دوله. عايزين اعاده دراسته، إعادة دراسة الموقف الوبائي. ولو على حسابنا، احنا مستعدين ناخد لجنة على حسابنا تطلع جنوب افريقيا وتلف المزارع وتلف المقاطعات وتشوف الوضع عامل ازاي وتنقل صورة جديدة غير الصورة القديمة المعروفة عن الدولة. هي المفروض معلنة على منظمة الOIA اللي هي تمام. صحة الحيوان العالمية. تمام، لكن في شفافية وبيعلنوا. لكن لما يبقى في لجنة برضو تشوف بنفسها في ارض الواقع ده احنا نطمن حتى تهدأ قلوبنا. تمام. طب انت مش بتفكر يبقى في مناشئ تانية ليك؟ يعني انت كل فكرك النهارده جنوب افريقيا بس؟ مفيش منشأ في البرازيل تروح تبص عليه، مفيش منشأ في افريقيا تبص تاني تبص عليه. انا رحت جنوب افريقيا لقيت البرازيل بدأت تطور عندها، فانا ليه بقى؟ انتوا مقتنعين ان جنوب افريقيا كنز كبير جدا. احنا قبل ما نبدا التطوير قلت لحضرتك عملنا خطه للتطوير، ايه السلالات اللي عايزه تتطور واطورها بايه واجيبه منين، ودرسنا الدول المحيطه واللي ممكن نجيب منها كلها، ولقينا جنوب افريقيا دوله حتى في القادم هيبقى التعامل معاها سهل.